يا مساء الدفا، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده مع بعض كده مكملين سلسلة المخبوزات، وهنعمل مع بعض النهارده شوية شوريك، انما ايه يعني حاجة كده تحفة ما شاء الله. بصوا طالع يعني العجينة قطنية وطري وجميل، وهنعمل الكمية اللي قدامنا دي كلها وبأبسط مكونات موجودة عندنا في البيت. هنبدأ مع بعض وهنقول بسم الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هنجيب البولة في الأول نحط فيها نص مج من السكر ونص مج من المية الدافية، وعليهم كيس من الخميرة الفورية، وهنجيب عندنا كيس من الحليب البودرة، يعني ما يعادل كده معلقتين من اللبن البودرة. لو ما عندكيش لبن بودرة ممكن مقدار المية اللي حطيناه في الأول، يعني حطينا نص مج من المية هنحط ربع مج مية وربع مج من الحليب العادي، وعليهم طبعا بيضاية كده كاملة. وهنبدأ نضرب كل المحتويات دي كده بالمضرب اليدوي، يضربيهم كويس جدا لحد ما البضاية تختفي وسط المكونات كلها كده ويتجانسوا مع بعض كويس قوي. وبعد كده هنكون بقى محضرين 3 مجات من الدقيق، وعليهم رشة ملح كده بسيطة، ونقلبهم مع بعض. وبعد كده هننزل الدقيق على الخليط السائل اللي احنا عملناه مع بعض، وبعد كده نبدأ ان احنا نقلب بقى الخليط ده كده بالمعلقة الأول. وبعد كده هبدأ طبعا ان انا اعجنه بايديا، يعني زي اي مخبوزات بنعملها او اي معجنات بنعملها يعني في القناة. الاول بقلب بالمعلقة وبعد كده ابدأ اشتغل بايديا بقى، وادي للعجينة حقها عشان تديني نتيجة حلوة في الاخر. وبدأت اني اعجن العجينة بايديا كده زي ما انتم شايفين. طبعا حسيت ان العجينة بتلزق شوية في ايديا، بدأت ان انا انزل شوية دقيق كده، يعني كنت محضرة نص مج من الدقيق كده بره، قلت علشان لو احتجته. حطيت شوية دقيق، بدأت العجينة انها تلم معايا. وبعد ما لميتها خالص جبت بقى معلقة كبيرة كده من الزبدة البلدي وحطيتها في نص العجينة، وبدأت ان انا اعجن العجينة كده بالزبدة لحد ما الزبدة خلاص اختفت وسط العجين خالص زي ما انتوا شايفين كده. ولميت العجينة وبدأت طبعا اني اديها بقى البوكسات التمام كده، وعجينها كويس جدا لحد ما لميتها، ونسيبها بقى انها تخمر في مكان دافي كده، ونغطيها باي كيس موجود عندنا. بعد ما خلاص خمرت، بصوا ما شاء الله مليت لي الطبق كله. نطلع بقى ونفرغ كل الهواء اللي جوه العجين كده، ونحطه على السطح اللي احنا هنبدأ ان احنا نشكل عليه الشريك بتاعنا. طبعا العجينه دي بصوا ما شاء الله بعد ما خمرت طريه جدا، عايزه اقول لكم يعني فعلا عجينه ناجحه جدا، عجينه قطنيه تحفه. تعالوا بقى نقسمها نصين كده، وناخد اول نص من العجين بتاعنا. هنقسم النص الواحد لحوالي 6 قطع من الشريك، يعني يعتبر كده ال3 مجات من الدقيق هيعملوا لك 12 قطعة من الشريك. هنبدأ ان احنا نكور كده اول جزء من العجين، نكوره كور كده صغيرة، والجزء التاني نفس الموضوع برضو هنقطعه ل6 برضو، ونكوره نفس اللي احنا عملناه في اللي فات. تعالوا نجيب اول واحدة بقى ونبدأ ان احنا نشكل الشريك كده ونشوف هنعمله ازاي. اول واحدة فردناها كده بصوا بشكل مستطيل كده. هو الشريك عامة بيتعمل من غير ما يكون محشي ولا اي حاجة، بس انا كان عندي زبيب قلت ايه نعمل شوية فاضيين وشوية نحط فيهم الزبيب يعني. وبعد كده بدأت ان انا احط الزبيب في النص. وبصوا بقى هنعمل بقى شرايط كده من العجين، نبدأ ان احنا نرقق العجينة كويس جدا ونبرمها على بعضها ونلفها، تبقى الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا شكل سهل جدا وممكن ان احنا نشكله بكل سهولة يعني. هنعمل واحدة كمان اهو زي ما انتوا شايفين. هنحط برضو الزبيب في النص، ونبدأ نبرم كده في العجينة، وطبعا نقفل كويس علشان الزبيب ما يبانش معايا وانا ببرم العجينة. كل ما يبان احاول ان انا اداري. وبعد ما برمتها كده رفيع خالص هبدأ ان انا ايه الفها على بعض ونربطها كويس قوي من تحت زي ما انتوا شايفين كده. ادي الجزء التاني اهو اللي انا بعمله فاضي خالص من غير زبيب خالص يعني. وفي الوقت ده الفرن بتاعي سخن، علشان انا اخلي الشريك يعني يخمر شوية كده قبل ما ادخله الفرن تاني، يعني معنى كده ان العجينة بتاعتنا خمرت مرتين. بكمل اهو كل الكمية اللي عندي. بعد ما خمرت بقى العجينة للمرة التانية اهي زي ما انتوا شايفين، هبدأ ان انا الوش بتاعها يعني بشوية حليب كده، نبدأ ان احنا بالفرشة نديها شوية حليب من على الوش عشان تحمر معانا بسرعة. وبعد كده هنجيب شوية سكر حبيبات ونرش كده على وش الشريك، وهخلص بقى الكمية كلها وهندخل على الفرن على طول.
وده الشريك بتاعنا بعد ما طلع من الفرن، طبعا غطيناه علشان يحتفظ بطراوته. وما شاء الله واخد لون حلو جدا اهو. عايزه اقول لكم على السوا بتاعه. يا دوبك ياخد لون خفيف جدا من تحت، وبعد كده شغلي عليه الشوايه من فوق. الشوايه تكون هاديه علشان برضو ما تلسعش اللون من فوق، يبقى لونه حلو كده زي ما انت شايفاه. وبعد كده هنجيب بقى تلميعه كده من الشربات العادي بتاع الكنافه او الجلاش. يعني يا دوبك كده تلميعه من على الوش، وكمان يدينا طعم مسكر حلو كده للشريك بتاعنا. بصوا ما شاء الله واخد لون حلو جدا، وشكل طبعا جميل جدا، وغير كده طري جدا اللهم بارك، والعجينه بتاعته هشه وطعمه تحفه. يعني عايزه اقول لك بقى فعلا انتي مش هتشتري اي حاجه تاني من الفرن، كل حاجه هتعمليها في البيت. واوفر لك كمان على فكره، يعني الدقيق اللي احنا عملنا بيه الكميه دي 3 كوبايات بس، يعني مش هيكمل كمان نص كيلو دقيق. جربي بقى وصفتنا النهارده في الشريك، وسويه السوا اللي انا قلتلك عليه. ودي كانت وصفتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم. اوعي تنسي بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.